لو انتم تصورتوا يا مصريين ان انا بتعامل معاكم على ان انا رئيس، انا بقول لكم غيروا الموضوع دوت. بحكم 24 ساعة، حكم الدولي بيحكم ساعة ونص بس. انا مش رئيس، انا مش رئيس. اتفضلوا شوفوا لي اي مواطن من الشعب اتكلم معاه. المواطن رقم 1591 يا فندم. خليه يتفضل. انت 1591؟ ايوه. ازاي ابوك 500؟ مات من الجوع. مات من الجوع تقوم تعيش في البذخ والفشخره اللي انت فيها دي؟ يا ولا البلد في تقشف يا ولا، يا تعيش يا في النص الفوقاني يا التحتاني. المصري ما بيتفسحش يا طارق، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي. عشان ايه؟ عايز ياكل. اتفضل جاوب على سؤال سيدي المواطن. هل انت من المؤيدين لي ولحكمي وحكومتي تأييدا مطلقا، واخد بالك يالا؟ أم أنك لا قدر الله من المعارضين؟ ولا تنسى أنت في قلبي. انا دايما اقول انا مستعد في كل سنه اعمل انتخابات في مصر، كل سنه اعمل انتخابات، والناس اللي قالت لا هسيبهم يمشي. الدكتاتور اللي يطلب تأييد الناس. شكرا للسيد الله. بالدستور أعطيته الكلمة، وبالدستور اكتفيت بهذه الكلمة. شكرا، روح يومك. مش هو ده المعيار ولا ايه؟ ولا إرادة الناس مش معيار؟ هو لا هيقول حاجة، ما تسيبه يكمل، حرام. إرادة الناس في مصر هي المعيار، والناس في مصر مش عايزاني أو مش عايزانا نمشي على طول لحد تاني. ده الكلام النهائي. طلبت مواطن من الشعب جاني عشان يسير الجماهير ضدي. ايه اللي كان؟ طلباتك ايه؟ عايز ايه؟ طول ما انتوا بعيد عن ده وانتوا فاكرين انها سهله، فاكرين انها ببساطه، عمالين تحكموا وانتوا في بيوتكم بره. هم لو عملوا كذا البلد تمشي حلو قوي، بس لو عملوا كذا تعال يا اخويا، مش عايز كلام، ما تيجي تعال. عمليه، مساله تبقى بعمل مش بالكلام. اتفضل تعالى. مش هبقى حكم عليكم أو حجر عليكم يا مصريين في اختياركم، اختاروا اللي انتوا عايزينه. تعال انت اقعد مكاني على الكرسي واحكم انت. متشكر، العفو، الف شكر لك. لن اسمح له بالاقتراب من الكرسي. ولا متشكر يا ولا. بعزم عليك بكرسي دخان يا ولا. انا اتفضل احكم. متشكر يا صيع. عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن، بلد كهن. يعني ما يحكمش؟ ما يحكمش. انا جابر الشرقاوي عم اشقة مصر وحميد المجرمين، يطلع لي يطلع فيه يمرمر سمعتي في الارض. والاحفاد ايه بقى؟ تتمنى لهم لما يكبروا يبقوا قد الولاد، يشوفوا البلد دي عامله ازاي. انا مش هبقى في سنهم، الدنيا هتبقى غير كده خالص. انا هبقى موجود في الوقت ده؟ لا طبعا، يعني هكون مت وشبعت موت. وانا مين عشان اموت؟ ده انا دكتاتور صغير يا دوب لسه في حضانه. تعطيل العمل بالدستور. بتهجى اول حروفي في القهر والاهانه، ومن كتر خوفي من الخوف من الجبانه والكذب والخيانه قلت اعمل دكتاتور. اتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه، ولو اني لسالي كتير عشان اكمل علام واخد في ايدي الشهاده، شهاده الدكتاتوراه. ما تسمعوش كلام حد غيري، والعب لعب الحواه وافسد الحياه وادوس على الجباه. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض، واشعل الحرايق واظلم الخلايق واطيح في خلق الله. هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر وابيد واشيل كل الكلام دوت. تعالوا نشوف ونقرا في كتاب الانسانيه انواع ملهاش نهايه من الديكتاتوريه. لو انتم تصورتوا يا مصريين ان انا بتعامل معاكم على ان انا رئيس، انا بقول لكم غيروا الموضوع دوت. انا مش رئيس، انا مش رئيس. في ديكتاتور سياسي وديكتاتور حماسي. انا مش سياسي بتاع الكلام. في ديكتاتور قراري وديكتاتور حواري. لكن واضح ان الناس مش واخده بالها. في ديكتاتور فظيع وديكتاتور وضيع وديكتاتور رقيع. النمو السكاني يعني خدوا فرصه، يعني لا خدوا، بتموتوا في الكلام ده. في ديكتاتور ذكي وديكتاتور غبي وديكتاتور عبيط. والله في ديكتاتور خويت وديكتاتور قليط. 20 تريليون دولار في السنه، عارفين ادهم لي مره واحده وانا اخلي مصر دي عروسه.
في دكتاتور مهزأ ودكتاتور ملزق. يعني ايه كلمة وطن؟ وطن يعني حضن. في دكتاتور شقي ودكتاتور عافي ودكتاتور عجوز. ده انت ده انا ببص لك اتفائل مش في دكتاتور شجاع ودكتاتور جبان. تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي، ازعل ولا ما ازعلش. ودكتاتور زمان غير دكتاتور الزمان ده. ربنا خلقني طبيب اوصف الحاله كل الدنيا. بيقول لك لا اسمعوا خبراء المخابرات والسياسيين والاعلاميين وكبار الفلاسفه لو حبيتوا. وانتوا عايشين كماله ولا عايشين عواله ولا كمال الطابور؟ بطلب من المصريين طلب ينزلوا عشان يديني تفويض وامر باني اواجه العنف والارهاب المحتمل. كل واحد فينا جواه دكتاتور. بصوا على اي حد وحقه هتلقوا موجود اهو تحت جلده بقايا الدكتاتور. هطلب منكم تفويض تاني لان هيبقى فيه اجراءات اخرى. طب انتوا عملتوا ايه؟ ساكتين من بدري ليه؟ ما قلتوش لا ليه؟ ولا للحروب ولا للمجاعه ولا للتآمر ولا للخيانه ولا للخنوع ولا للخداع قولوا لا للي باع ولسه هيبيع قولوا لا والسلام. حاجه ايه الواد الفارق صاحبك ابو وش نحس اهو وجاي لي قبل النتيجه ب5 دقايق. استر يا رب. المفاجأة والله العظيم المفاجأة بكل صدق وتواضع، التجربة خلال السنوات السبع الماضية أثبتت الجواب بيبان من عنوانه أننا لم نفهم، لم نعرف، لم نقدر حقيقة المصريين. والله والله والله. بس انا عايز اقول حاجه، احنا عبرنا، بس احنا بعد ما عبرنا الحكومه فيصت، فالحكومه لما تفيص الناس كمان بتفيص. التجربه اللي احنا شفناها في ال7 سنين، خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول، اثبتت اننا انا بتكلم عن نفسي، ما كناش فاهمين كويس، ما كناش عارفين كويس. انا بتكلم عن نفسي. اوعوا تفتكروا ان انا ده ربنا خلقني طبيب اوصف الحاله. انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضه زي ما انا شايفكم قدامي كده. ازاي الحال؟ مبسوط دلوقتي؟ عاجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ وانا مش ممكن قلت لكم قبل كده يا مصريين انا مش هبيع وقت، ما اعرفش. اوعوا تكونوا مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. من 9 سنين بالظبط مصر كان امامها خياران، اما تذهب الى طريق النجاه او نذهب الى طريق اخر، والحمد لله هو ده الطريق اللي خدناه. طب نسقف لك يعني ولا نعمل ايه؟ اللي احنا كنا رايحين له موجود قدامك دلوقتي، موجود قدامك، مفيش مستقبل. ربنا يصبرك، تلاقي صدمه عمرك دي. هو جاي معانا ولا ايه؟ ما اعرفش ابيع وهم، ما اعرفش اقول كلام مش حقيقي، ما بس صادق فيه. غير كده يبقى احنا بنضحك عليكم وبنقول لكم كلام هتقول الله ما انت قلت لنا 30/6/20. ايوه في 2020 اللي هي 2020 مصر اللي انتم شايفينها دي هتبقى دولة تانية هتبقى حاجة تانية خالص. على فكرة مش كلام، مش أحلام. طول ما الشمس بتطلع لازم نحلم يا طه. ايه ده؟ نحلم صحيين ومش عايز الهم يركبك. هو انتوا ما بتحلموش ليه؟ هو انتوا ما بتحلموش ليه؟ ده انا بطلت احلم خلاص، واحلم عشان اوصل لايه؟ ما انت شفت بعينك. من العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأت حلما، ها نحن نقف على أرض الحلم بعد أن أصبح حقيقة. طالما كان حلمي أن يكون هناك عاصمة إدارية جديدة، الآن بيتحقق هذا الحلم. انتوا بتعملوا العاصمة ليه؟ انتوا معاكم فلوس للحكاية؟ انتوا ما تدونا الفلوس ديت نعيش بيها. البلاد ما بتعيش كده. بس كفاية بقى، أنا مش قادر أستحمل، لانزل أقطعك أنت وولادك. إيه؟ عشان ما حدش يقول للناس احنا هنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. بركاتك يا ابن الفقرية. اسعاف يا جدعان، حد يشوف لنا الاسعاف. اسعاف ايه ده؟ انت راجل مبروك. وهو لن يستطيع ان يعمل، مش بقول ان هو لن، وانا عارف انا بتكلم على ايه. مش عارف اسكن، مش عارف اشغل، مش عارف اعالج، مش عارف اعلم، انا مش اكل. رغم ان الاحوال الاقتصاديه الصعبه في مصر كذا كذا كذا، لكن الرئيس السيسي اشترى طائره ب$500 مليون. انا كل ما املك من الدنيا، ولو ان الواحد ما يملكش حاجه. النبي تملك كتير. لا والله ده احنا امناء عن نعمه. فارجو مننا كمصريين نبقى سعداء بده، ومحدش يقدر ابدا يحبطنا. احنا كل المطلوب حاجه واحده بس، اصبروا وسترى العجب العجاب في مصر. يلا مش هينفع 5 بالحب. شايف عمايلك السودة وصلتنا لايه؟